السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة من جديد. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نحضر معكم واحد الديسير اللي هو جد جد سهل وبسيط. يعني جميع المقادير ديالها غادي تكون في البيت ديالنا. وهذا الديسير اللي ممكن غادي نرافقوه في مائدة رمضان ان شاء الله كتحلية، يا اما في مائدة الفطور او بعد الفطور كتحلية. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه كيف كنصايبوا هذا الديسير، ما عليكم الا تابعوني لاخر الفيديو وتعرفوا جميع المراحل اللي مريت بها. ما تنساوش لي لايك ديالكم والتعاليق وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير اشنو عندنا؟ هما مقادير سهله وبسيطه. كيف كتشوفوا عندي هنايا واحد المقدار ديال الليمون، ديروا نص سيترو ديال الليمون هنايا كما كان، يا اما ديال العصير يا اما ديال الماكله اللي لكم الاختيار. عندي هنايا نصف لتر من الحليب، عندي 3 المعالق ديال كريم باتيسير، عندي هنايا 2 معالق ديال سنيده، هادشي بالنسبه للحليب. وعندي هنايا 2 معالق ديال الزهر غادي نستعملهم نسم بها الليمون. وهنايا بالنسبه لهذا الليمون عندي انايا شويه حامض، درت فيه 4 المعالق ديال سنيده عكس ديال الحليب. الحليب كتفيت غير ب2 معالق، والليمون درت لهم 4 المعالق ديال سنيده. وعندي هنايا 3 المعالق ديال كريم باتيسير. وعندي هنايا بالنسبه للفاني غادي نسم به الحليب، الليمون غادي نسم به الزهر، والحليب غادي نسم به فاني. صافي. اشنو الطريقه؟ هي راه سهله وبسيطه. غادي نشد الكريم باتيسير، نديرو هادشي ما حدو باقي بارد مع السنيده. وغادي ندير سنيده هنايا مع الليمون. غادي نحاول نحرك مزيان باش ما يديرش لينا هذاك كريم باتيسير، ما يديرش لينا الكويرات. بالنسبه الى ما عندكمش الكريم باتيسير تقدروا تستعملوا مايزينا، يعني لكم الاختيار. حنا غرضنا غير باش يختر لينا هاد الخليط، يعني اللي متوفر عندكم. صافي. تنتيقن بان ما بقاوش عندي الكويرات. انا غادي نديرهم دابا فوق من العافيه، طريقه كيف العادي كيف ديما. غادي نديرهم فوق العافيه، غادي نبقى مع التحريك المستمر حتى نحس بالخليط ديالي اختار ليا. عاد غادي ندير هذا، غادي نسم الزهر. المهم ملي غادي نبدا نخلط غادي ندير الزهر وغادي ندير فاني في الحليب. غادي نبقى التحريك المستمر حتى يختار ليا، وغادي ننتقلوا للطريقه كيفاش غادي نديروا الشكل ديال الديسير ديالنا. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. يعني بعد ما صافي بقيت كنحرك فيهم حتى حسيت بهم صافي راه اختار ليا. المهم خصنا نكونوا سراعين في هذه المرحله. حيد هذا نفوي، حيدها. صافي غادي نبدا ندير طبقه بطبقه. ما حد هذا الخليط ديالنا باقي سخون باش كيساعدنا باش ينزل. داكشي علاش خصنا نكونوا شويه سراع. بقاو غاديين شويه بشويه. حاولوا
نفينيوه شويه هكا بيدينا باش يجينا مقاد. يعني نتوما راه تاخذوا اي اناء هكا اللي تعرفوا بانه غادي يجي لكم فيه، تقدروا ديروهم هكا في دي مول هكا فرديين، يعني تاخذوا هكا جبيبينيات ديال الفلون وديروه فيه هكا. غير هي بهذه الطريقه هكا ملي كديروه عائلي بحجم عائلي كيجيكم شويه سريع. صافي تبقى لينا الطبقه الاخرى ديال الليمون حتى هو نفس الشيء. صافي انا غادي نخليه ياخذ حراره المطبخ، نعرفوا بان شد الحراره ديال المطبخ وندخلو للثلاجه واحد مده ساعتين او 3 سوايع. صافي وغادي يكون جاهز. ملي غادي يوجد ليا غادي نحاول نديمو ليه ونوريكم الشكل النهائي ديالو. صافي هنايا كيف كتشوفوا راه بعد ما بردات ليا غادي نديمو ليها. اوبا كتشوفوا الشكل ديالها. نحاول نبدا نزينها، يعني تزيين لكم الاختيار، يعني هذاك الشيء اللي عندكم هو باش غادي تزينوه. انا عندي هاد الحبيبات على شكل فريس، يعني كان عندكم نيت الفريز هكا، ولا تقدروا بشرائح ديال الليمون تزينوهم بشرائح ديال الليمون ولا الفرomboise، يعني لكم الاختيار. مزيان كيبقى على حسب الذوق، او الا بغيتو تخليوها غير هكا تقدروا تخليوها. انا غادي نفتحها معكم من الوسط. كيف كتشوفوا كتجي مزركشه من الداخل، كتجي خطيطات. كيف شفتوا طريقه سهله وبسيطه، تقدروا تحضروها في بضعه الدقائق. تقدروا تزينوها هنايا مثلا بالديسير، ديروا مثلا هكا ديسير وديروا معها هكا لي فروي، اولا تقدروا تخليوها بحال هكا، يعني كيف قلت لكم تزيين على حسب الذوق. الى عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده. والى عجبكم لا فيديو تاني ديروا لي لي لايك ديالكم، وما كننتظر كيف ديما التعاليق ديالكم اللي كيحفزوني دائما. ونلتقيو ان شاء الله بشي فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله.